هي العربية دي كام حصان؟ هو إيه دخل الحصان بالعربيات؟ الموضوع كله كان خدعة تسويقية نفذها بالصدفة البحتة المهندس والمخترع جيمس وات، وده كان في القرن ال18 لما جه يعمل تحسينات على المحرك البخاري اللي اخترعه العالم اللي قبليه توماس نيوكومن عشان يحسن من كفاءته وجودته. لما كان جيمس وات بيراقب الأحصنة اللي بتنقل الحمولة من مناجم الفحم كان مبهور جدا بقوتها وقدرة تحملها، فبدأ يعمل مجموعة تجارب يقارن بيها قدرة المحرك اللي هو طوره ده بالأحصنة دي. جيمس وات لاحظ إن الحصان الواحد يقدر ينقل حمولة وزنها 150 كيلو جرام لمسافة 30 متر في دقيقة واحدة، فكانت مشكلته إنه إزاي هيقدر يقنع الناس اللي بيستخدموا الأحصنة دي بإنهم يشتروا المحرك بتاعه، فمسكهم من إيديهم اللي بتوجعهم ودخلهم من سكة الأحصنة، ربط لهم بين قوة المحرك البخاري بتاعه وعدد الأحصنة اللي بتساويه، وسمى العملية دي بالهورس باور أو القدرة الحصانية. الموضوع ده سهل على الناس وقتها إنهم يفهموا بالوحدة دي قد إيه قوة المحرك ده، واقتنعوا بفكرته واشتروا منه محرك، ومن وقتها تم اعتماده كوحدة قياس لقوة موتور أي عربية. ومن وقتها يا سيدي بقت دلوقتي العربية اللي عدد الأحصنة بتاعتها أعلى تبقى صاحبة العزم والقوة الأكبر بين كل العربيات.